بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف الناس كده بصورة سريعة، الناس اللي الماركت واقف عندها وجاب لها المشكلة اللي بتظهر دايما لبعض الناس زي ما انتم شايفين كده. تمام. مبدئيا كده هنرجع للفيس الازرق العادي اللي بنعرض عليه شغلنا وبنفتحه. بيظهر عندنا العلامة اللي فوق خالص اللي فيها الثلاث شرط دي، بندوس عليها لو الماركت بليس مش ظاهر عندنا في العلامات اللي فوق دي. تمام. بتلاقي الماركت بليس موجود عندك في الحتة دي، بتدوس عليه بيظهر زي ما انت شايف كده ان ما ينفعش تعرض على الماركت. ده بيبقى اسبابه ايه؟ اسبابه ان الماركت تتعرف على منتجات المفروض ان هي لشركات تجاريه كبيره، فبيفهم ان انت كده بتخالف سياسه الماركت، ودي حاجه مش حقيقيه طبعا. هي بيبقى مجرد سوء تفاهم والماركت بيقفل زي ما انتم شايفين، ولكن الحل بتاعه سهل جدا، مفيش فيه اي مشاكل. طيب المفروض انا لما يظهر عندي كده بعمل ايه؟ انت هترجع للقائمه اللي احنا شايفينها دي، وبتيجي عند حته الاعدادات والخصوصيه والحاجه اللي كام اختيار اللي بيبقوا تحت هنا. انا عايزك توصل لكلمه المساعده والدعم اللي هي قدامك دي. لما بتفتح معاك الاختيارات بتاعتها بيجي لك الابلاغ عن مشكله، بتدوس عليها بيظهر لك الاختيارات دي او الشكل ده، بتدوس متابعه الابلاغ عن مشكله. بعد كده بيجي لك الكلام ده، او مش بيجي لك يعني مش عند كل الناس هيظهر الكلام ده، فهندوس كلمه تضمين. بيجي لك اختيارات انت عايز تبلغ عن مشكله ايه بالظبط، زي ما انت شايف بتدور على كلمه ماركت بليس اللي هي دي. تمام. اخترنا كلمه ماركت بليس. المفروض ان في رساله بتحطها في المربع ده. احنا طبعا عاملين للرساله دي نسخ موجوده في وصف الفيديو ده، وممكن تبعت لنا على الواتس على الرقم بتاعنا، هنبعت لك الرساله اللي المفروض بتحطها في المربع ده عشان الماركت يشتغل مفيش اي مشاكل. وفي نفس الوقت المفروض ان انت بتكون اخدت سكرين شوت للمشكله بتاعه الماركت، فهنرجع نعمل الخطوه دي من الاول. يعني هنفتح الماركت بليس وهنعمل سكرين للمشكله اللي ظاهره لنا، وهنقصها قصه صغيره كده علشان هي دي اللي هنحطها في مربع المشكله. المساعده والدعم زي ما قلنا، الابلاغ عن مشكله، متابعه الابلاغ عن مشكله، تضمين. هنجيب الماركت بليس بيظهر لك زي ما انت شايف كده. هنضيف الرساله اللي المفروض احنا بنكتبها للماركت زي ما انتم شايفينها كده. تمام. وبعد كده تحميل من الهاتف اللي هي الصوره اللي فيها المشكله، زي ما انت شايف كده احنا حملنا سكرين بالمشكله وكتبنا الرساله بتاعتنا اللي فيها المشكله دي. طبعا الكلام زي ما انت شايف لازم يكون بالانجلش وبيكون باللغه العربيه، ده افضل ليك واسرع علشان يكون في تعامل بسرعه، وان الماركت بتاعك بيوصل الشكوى وتتحل في خلال 24 ساعه 48 ساعه. ما اتحلتش بنعمل نفس الخطوات دي مره تانية بعد 24 ساعه مفيش فيها اي مشكله، بحيث ان احنا بنستعجل اداره الفيسبوك ان هي تحل المشكله دي. طيب بعد ما ضفنا الرساله خلاص تمام، وبعدها حطينا صوره للمشكله اللي عندنا، هنعمل ايه؟ المفروض بتدوس على العلامه اللي فوق خالص دي اللي انت خلاص بعت الابلاغ ومستني ان المشكله تتحل. وطبعا بيظهر لك ان خلاص التقرير بتاعك وصل لاداره الفيسبوك وهم هيشتغلوا عليه خلال 48 ساعه او 24 ساعه. فاللي شاف الفيديو فهم من اول مره يطبق الكلام ده عنده، اللي ما فهمش الدنيا ماشيه ازاي يحاول يفهم واحده واحده ويراجع الفيديو خطوه بخطوه ويعملها، ان شاء الله الماركت يفتح عند الناس اللي قفل عندها ويكملوا شغل باذن الله. شكرا لكم.